السلام عليكم. ازيكم حبايبي؟ عاملين ايه؟ يا رب تكونوا بخير يا رب. النهارده هعمل معاكم البطاطس المطبوخه بتاعت زمان. عارفين اكلات الدفا كده الجميله بتاعت امهاتنا وجداتنا؟ هنعملها النهارده بنفس الطريقه واقول لكم اسرارها وازاي تاخدي منها احلى طعم، مش مجرد بطاطس مطبوخه وخلاص. الاكله النهارده يعني عايزه اقول لكم لو قعدت يومين 3 عندكم هتفضل بنفس الطعم. البطاطس تسويتها مظبوطه وهقولك تطفي عليها امتى، وطعم اللحمه ازاي مميز. اكله تكفي العيله كلها. على بركه الله بقى تعالوا نبدا ونشوف عملناها ازاي بنفس طريقه زمان وبنفس ريحه الزمن الجميل. حضرت الأول كل مكوناتي اللي هي عبارة عن بطاطس قطعتها مكعبات، يعني تقريبا كيلو من البطاطس، عليها طماطم يعني أقل من نص كيلو، وقرن فلفل وتوم ومكعب مرق. ودي اللحمة يا جماعة أي كمية انت عايزاها وقطعيها قطع صغيرة شوية. واللحمة بتاعتي كان معاها قطع من الدوش كده، مش دهن ده يا جماعة، مش هيسيح بس هيدي طعم حلو جدا. هو مش هيسيح. هنحطه في الأول وبعدين نرجع بعد كده هقول لكم هنعمل فيه ايه. بعد حطيت الحلة على نار تسخن، حطيت فيها معلقة سمنة بلدي حلوة كده، ولما السمنة سخنت نزلت بقى باللحمة كلها مع الدوش في أرضية الحلة، ونزلت عليهم بكام ورقة لورا وسبتهم شوية على نار عالية، ما وطيتش النار خالص. أنا عايزة اللحمة تاخد صدمة كده من كل ناحية، وزي ما انتم شايفين خدت لون كمان. بعد كده هنزل عليها بقرن فلفل الأحمر، ده بارد، وشوية التوم، وكمان مكعب المرق اللي هنحطه ده مكعب مرق خضار يا جماعة. هستمر بقى في التقليب لغاية ما اشم ريحة التوم، والتوم يصفر معايا ما يحمرش. وطبعا انا كنت مجهزة كل مكوناتي عشان انتوا عارفين التوم ما بيستحملش، يعني نتابعه كده ونشوفه اول ما ياخد لون اصفر ذهبي كده خلاص يبقى كده، يعني ده الوقت اللي هنحط فيه الطماطم بتاعتنا. عايزة اقول لكم الريحة اللي هتشموها خطيرة خطيرة خطيرة. حطيت الطماطم، والطماطم دي كانت عبارة عن 3 أو 4 طماطمات معمولين في الكبة. وبعد ما غليت حطيت عليها شوية فلفل أسمر، وهقلب كده. مش بنحط حاجة غير فلفل أسمر بس دلوقتي يا جماعة. وعايزة أوريكم قطع اللحمة أنا مقطعاها قد إيه، وده عشان تستوي بسرعة وعشان كمان تبقى سهلة في الأكل. هنسيبها لغاية إيه؟ مش لغاية الطماطم ما تتسبك. تعال أقول لكم أمهاتنا كانوا بيعملوا إيه. مش مجرد الطماطم تتسبك وبس، لا بنسيبها أكتر لغاية ما تبدأ هتلزق كمان في الحلة. وكده يا جماعة هتاخدوا احلى طعم من الشوربة. المية دي لما تنزل مع يعني الصلصة اللي تسبكي التسبيكة جامدة دي هتديكوا احلى طعم واحلى ريحة، وهتفضل مخلية طعم اللحمة بنفس الطعم حتى لو قعدت معاكوا اسبوع في التلاجة. حطيت شوية ملح تاني وحطيت شوية فلفل اسمر، وشفتوا انا مكترة المية ازاي. وده عشان اللحمة لسه مستوتش ولسه هتستوي بقى مع الدوش والفلفل وورق اللورة والملح والفلفل اللي احنا حطيناهم. وزي ما انتم شايفين عايزه اوريكم بس يعني دي شوربه طبعا مش ميه، لانها يعني اللحمه جواها واللحمه لسه ما استوتش. هنسيب اللحمه بقى لغايه ما تستوي تسويه 100%. بصوا اللحمه اهي بدات تستوي، هي سخنه بس معايا خلاص كده تقريبا استوت 100%. ودلوقتي بقى هبدأ أشيل بقى يعني أي حاجة جوه اللحمة. يعني شلت قرن الفلفل اللي كان محطوط، وهشيل كمان قطع الدوش اللي كانت، طبعا اللي حابب ياكلها تمام، لكن أنا بشيلها. وبشيل كمان أي ورقة لورا لقيتها. أنا عايزة في الآخر يا جماعة تبقى الموضوع شوربة وجواه قطع اللحمة اللي هي متقطعة قطع صغيرة زي ما انتم شايفين كده. وبرضو بأكد لكم ان اللحمة استوت 100% قبل ما نحط البطاطس. انتوا عارفين البطاطس متقطعة مكعبات مش هتاخد تسوية. طبعا البطاطس كانت منقوعة في مية طول الوقت ده، وحطيتها خلاص اهو. وهظبط بقى يعني الحدق بتاعها، هي حدقها يعني مظبوط. لو محتاجة شوية ملح صغيرين حطي شوية ملح. وهسيب البطاطس على النار يا جماعة مش اكتر من 4 دقايق بعد الغليان كفاية جدا. يعني هتطفي عليها وهي مستوتش، ايوه هتطفي عليها وهي مستوتش لانها هتكمل تسوية لوحدها. اصل الطبخ زمان يا جماعة كان فن برضو، مش يعني نعمل الحاجة من غير ما نعرف بتتعمل ازاي. فدلوقتي هوريكم البطاطساية نطفي عليها امتى. يعني خلاص هي كده غليت 4 دقايق معايا، وهجيب بطاطساية وهوريكم البطاطساية عاملة ازاي. كل بطاطساية ماسكة نفسها، ولو حاولت اشوفها كده استوت ولا لا هلاقيها صعب انها يعني اهو بصوا
كده خلاص هي كده استوت على فكرة يعني. التسوية الباقية يعني هتاخدها من السخونة اهي. شفت واحدة تانية لقيتها يعني ايه بتتقطع بس بصعوبة شوية، وهو ده المطلوب. يعني لو استنينا لغاية ما تستوي على الآخر البطاطس وطفينا عليها هنبص نلاقيها اتهرت واتعجنت، والنتيجة مش هتعجبنا خالص. فأنا كده خلاص هطفي النار عليها وهغرفها بعد 3-4 دقايق، هتكون التسوية بتاعتها ممتازة. وهنا يا جماعة بعد 3-4 دقايق طبعا لسه سخنة جدا، وطبعا كنت عملت بقى معاها رز بشعرية بيليق مع الأكل خالص. وهقدم بقى الطبق البطاطس. شايفين البطاطس ماسكة نفسها وفي نفس الوقت مستوية تسوية حلوة، واخدة بقى من طعم اللحمة. وعايزة اقول لكم اللحمة دي طعمها مختلف خالص عن اي لحمة يعني دقتوها قبل كده، طعمها مختلف. الاكلة كلها على بعضها طعمها جديد ومختلف، وهتحبوها بجد. هتدينا كمية كبيرة يعني، حتى لو نص كيلو من اللحمة وقطعناها قطع صغيرة مع كمية البطاطس. وعايزة اقول لكم الشوربة نفسها دي لوحدها بتتشرب لوحدها كده، او بتدي طعم الاكلة تحفة. يعني انا عن نفسي بحبها اكتر حتى من البطاطس واللحمة، لانها واخدة بقى من طعم اللحمة، ويعني طعمها حلو بجد. بصوا انا بكتر بقى منها اهو. زي ما قلت لكم كنت عملت رز بشعرية على بال ما اللحمة استوت، والاكلة بتاعتي جاهزة. وميزة الاكلة دي يا جماعة انها تريحك من ان انت تعملي اكل يوم ويومين كمان، حسب طبعا يعني عدد الافراد. بصوا قد ايه الرز مفلفل مع الشوربة اللي اتحطت دي. تعالوا بقى ندوق كده ونستمتع بالطعم الوهمي الجميل. بصوا يا جماعة تحفة بجد. خدوا بالكم بقى من التركات اللي احنا عملناها في الوصفة بجد. على قد ما هي سهلة على قد ما لازم تاخدوا بالكم من كل حاجة وتعملوها بنفس الطريقة. بصوا انا بوريكم قد ايه البطاطس دلوقتي بقت يعني ناعمة وطرية ومستوية، واللحمة كمان اهي بنقطعها بالمعلقة بكل سهولة. والطعم بتاعها بجد خطير ومميز لانها متسبكة مع الثوم والطماطم. ما كترتش الطماطم على الاكلة، ودي مقصودة يا جماعة، وادتني كمية رهيبة زي ما انتم شايفين. عايزة اقول لكم ميزة الاكلة دي انها تنفع معاكم مع اي نوع بطاطس، بطاطس طبيخ، بطاطس تحمير، هتبقى دايبة وناعمة وروعة بالطريقة دي. كمان اي نوع لحمة حتى لو لحمة مجمدة مش هتبان ابدا انها مجمدة، وهتبقى طعمها خطير جدا، غير خالص اللحمة المسلوقة يا جماعة. طعم تاني وحاجة تانية خالص. ده غير طبعا ان انتوا لو قعدتوها عندكم زي ما قلت لكم يوم او يومين، يعني لو باتت يومين 3 4 كمان هتفضل بنفس الطعم ونفس الجمال، وطعمها مش هيغير ابدا وكأنك لسه عاملاها حالا. انا كده خلاص خلصت الفيديو بتاعي، كان هدف الافادة. شكرا ليكم.